تفاصيل جنازة القعقاع بن عنتر المغامر اليمني المعروف بلقب سبايدر مان التي تحولت إلى حدث إنساني مؤثر جدا جدا، هز الرأي العام اليمني والعربي بعد وفاته المأساوية أثر سقوطه داخل فوهة بركانية في مدينة دمت بمحافظة الضالع. أمس الجنازة شهدت حضور شعبي واسع جدا جدا وحالة من الحزن العميق على رحيل شخصية ارتبطت بالمغامرة والجراءة. المكان فوها حارة دمت البركانية شمال محافظة الضالع، حيث وقع أثناء تسلقه والصخور الوعرة انزلقت قدماه ليسقط داخل الفوهة البركانية في مشهد وثقته كاميرته الخاصة سبايدر مان، اللقب الذي لقب به بسبب رشاقته وقدرته على تسلق المرتفعات والمنحدرات الخطيرة. فرق الدفاع المدني اليمني أرسلت فريق غوص وإنقاذ مائي مزودا بمعدات متخصصة تم العثور على جثته، وأعلن رسميا اليوم عن جنازته التي حضرها الآلاف من الملايين وهم في حالة حزن شديدة جدا جدا جدا، والجميع نعى بكلمات مؤثرة وأعادوا نشر مقاطع من مغامراته السابقة. كثيرين ربطوا قصته بالظروف الاقتصادية الصعبة التي دفعته للمخاطرة بحياته، مما جعل جنازته رمزا لمعاناة الشباب اليمني الذي يباحث عن رزق في ظروف قاسية جدا جدا جدا. جنازة القعقاع جسدت مأساة جيل كامل يعيش بين شغف المغامرة وضعف الحاجة الاقتصادية. الدفاع المدني دعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة وعدم المجازفة في المناطق الجبلية. وجنازته كانت تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، اللهم امين يا رب. لو مكملين معايا الفيديو لحد هنا ما تنسوش دعمكم الدائم للقناة باللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.